يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي، ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناتي ام زياد وجنى كل حياتي. متنسوش تحطوا لايك للفيديو واشتراك للقناه واللي لسه مش مشتركه، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله، وتكتبي لي كومنت حلو تشجعيني فيه. ويلا بينا نخش على الفيديو. النهارده يوم الجمعه وقلت اعمل لكم النهارده روتين. طبعا من زمان ما نزلتكوش روتينات ليوم الجمعه، او يمكن دي تاني فيديو لروتينات يوم الجمعه. قلت ابتدي وياكم. كانت الشقه عندي فاضيه كده من الاولاد، مش موجودين في الدروس وكده، عندي بيروحوا الجمعه. استغلت الفرصه يعني بجد، لقيتهم نزلوا كده على الظهر. واول ما الظهر كده خلص كده قلت ابدا بقى معاكم فيديو كده واوريكم الدنيا بقى عامله ازاي وياكم، ونطبخ بقى مع بعض ونروق الشقه ونشوف ورانا ايه ونبتدي بقى مع بعض. هنا فتحت الشبابيك وروقت الدنيا، فتحت يعني الدنيا اهو زي ما انتم شايفين اهو. بس انا هنا بوريكم بقى ايه، شوفوا المنظر الجميل ده. والشجره اللي قدامي دي كانت صغيره اول ما سكنت هنا في الشقه. شوفوا الشجره بقى كبيره ازاي يا جماعه، كبرت وبقت جميله ازاي. اللي متابعني في اول فيديوهاتي هيعرفوا الفيديو اللي الشجره دي اصلا كانت عنده صغيره ما كانتش كبيره. وهنا الارض دي شوفوا الشمس والمنظر الجميل ده، بصراحه منظر جميل جدا. وريحه الخضره كده مع الهواء بصراحه جميل جدا. بحب قوي اقف في الشباك كده الصبح إيه مع الخضره والهواء، بيبقى الريحه جميله جدا، بيجيلي كده نشاط كده وطاقه حلوه قوي. هنا بقى قلت ادخل بقى ايه على السراير كده اروقها واشيل الدفايات كده هواها على الشباك وكده. كراكيب بقى بتاعت الاولاد بتاعتي، كتاكيتي بقى مبهدل لي الدنيا. خش بقى على المطبخ كده واوريكم بقى الدنيا عامله ازاي. هنا كان جايب لي الجزر مع البسله، وهنا حبه اطباق كده من بتوع العشاء. فانا الوقت ما بدات اعمل فيديوهات بدات ان انا ما بغسلش الاطباق علشان احمسكم يعني نغسل الاطباق مع بعض ونروق الشقه والدنيا مع بعض. وناس من دوت جابهولي برده، قلت انقعه بقى في ميه وخل وملح لما ايه ينزل دمه وحاجته كده، وبعدين نطبخ على طول. هنا بقى كنت انا رتبت السراير وخدت الدفايات اللي على السراير. طبعا احنا بنتغطى بدفايات لان خلاص الجو سقع، فالاولاد عندك منهم اوضتهم على على الشارع وعلى الاراضي، فبيبقى ساقعه قوي، فاخدتها تتشمس. هنا بوريكم الدنيا ازاي. مسكت حتى الكومودين، وهنا بردك مسكته رتبته وكل حاجه. دخلت اول حاجه قبل ما ابدا في الطبيخ وترتيب الشقه وكل حاجه، دخلت ان انا ايه على الحمام ابدا بقى ايه. قلت اخد له بقى ايه تشطيفه كده خفيفه خفيفه كده يعني، مش همسكه من فوق لتحت هو نضيف. فانا بمسك بس الحمام بس من تحت، من عند التواليت، من عند الحوض، وبمسك الحنفيات، كل حاجه بمسكها اغسلها لغايه الارض. احط حبه جنرال على حبه كرور. هنا باخد حبه اهوت برغيهم اهوت مع اللوفه. هنا كنت جبت كمان سلكه، بس يا ريتني ما جبت سلكه. انا ما كنتش بغسل بالسلك، بس مش عارفه هي طقت في دماغي ان انا اغسل الحوض والتواليت بسلكه، لانه شايفين في بقعه هنا غامقه اهي. جيت اغسلها مش عارفه مش هتطلع، فقلت دي بقعه ايه. فافتكرت دي البقعه دي مطرح اللي هما الكريمات والجيل اللي بيحطها في راسهم، إيه بتبطلوا الحوض. على طول يستخدموا الجل والحاجات اللي بيحطوها في شعرهم ده عشان تثبت التسريحه، فعلى طول بتبوظ عنده الحوض من فاتح بيبوظه قوي. فجبت سلكه
جبت سلكه وقمت حطها في الليفه وقمت ايه دعكه بيها عشان ايه تبقى الدنيا نظيفه. لما عملت كده اتلقيت عندي سوري من الكلمه التولت إيه ببطع كده اصفر، منقر كده مطرح السلكه، مش عارفه ليه مطرح السلك. فقمت بقى بعد كده لما طلعتها كده تاني يوم، انا ما لاحظتش المنظر العلامه ديت ما ظهرتش الا تاني يوم الصبح. جايه اشطفها شطفه زي ما انا بغسل كل مره، اجي بشطفه معلم على تحت الغطا اللي انتوا شايفينه ده، تحت الغطا بالظبط العلامه الصفراء. قلت لا ما عدتش هستخدم بقى السلكه واخليني زي ما انا بغسل بالليفه، لان الليفه اصلا بتنضف لي السيراميك. هنا كنت دعكت الدنيا، مسكت الكبانيه بالحوض بالحنفيات بكله كده، ومسكته ان انا غسلته. فبجيب بقى الدش اللي هو الصغير ده منقذه في الحمام كله، بيشطف لي الحمام بيخلي الدنيا زي الفل، بدل ما اقعد اكب بطبق او اي حاجه، لا دوت بيسعفني. هنا شطفت الحوض وخليت الدنيا زي الفل ازاي. بعدها بقى هغسل بقى الارضيه، يعني انا بشطف الحيطان بالحوض بكله، وابدا بقى ادعك الارض، لان انا لو سبت الصابون عليه او كده بيعلم، بيبقى شكله مش لطيف كده لما بتيجي تشطفي، بينشف عليه بسرعه. فانا بمسك حاجه بغسلها على طول وبشطفها. انا كمان بصور بايد واحده فهتلاحظوا صوره مهزوزه شويه، وطبعا ديت مش دعكتي، انا بطفي، انا بوريكم بس انا بدعك ازاي، دعكه خفيفه كده. وبعد ما بطفي الكاميرا بقى بمسكها بقى ايه بدعكها جامد جدا، بخليها زي الفل. هنا بقى بشطف زي ما اوريكم اهو كده بشطف. هي السيراميكا دي اصلا يعني انا جايه وهي لونها يعني مش بيضه، الفريز بتاعها ده مش ابيض، إيه لونه غامق كده مش غامق كده. فما بتغسليه بكرور او جنرال وكده هو بيفتح شويه صغيرين، لما بينشف بيفتح شويه، لكن طول ما هو مبلول كده بتحس انه غامق. فهو بقى ايه لما بيتغسل وبتشطف كده بينضف كده، وبتخلي ريحته حلوه. حتى كمان الجنرال ليه ريحه جميله جدا، اللون الغامق اللي هو اللون الموف ده بصراحه ريحته حلوه قوي. هنا نضفت الدنيا اهوت، وهمسك بقى الدنيا بقى ايه هقشها بالمساحه، ويبقى كده تمام. كده خلصنا الحمام ده في ده كده في بدايه اليوم. قلت اخلي الحمام الاول، اول حاجه ان انا انضفه، وفتحت الشباك اصلا، مش عارفه هو هيبان معاكم ولا لا. انا كده كده كنت فتحت الشباك، وبعدين قلت بقى ما اخش بقى على الصاله كده قبل ما اطبخ الحاجات دي كلها قبل ما اطبخ. حتى والله كنت لسه ما فطرتش، يعني ما فطرتش خالص اليوم ده خالص. قلت انجز كده والعيال ما همش موجودين، بدل ما يجوا يدوشوني بقى وواجب، لا هتعملي يا ماما كذا، لا يا ماما نازل، لا ماما اعمل كذا. قلت لا، اخد الحاجات دي كلها اغسلها وانضف الدنيا قبل ما هما يجوا. هنا كده شلت الجوده وشلت الحافظه، كل ده هاخده في الغساله، هاخده دوره غسيل. هنا اهو شلت البفات عشان ايه اخدهم بقى ايه اللي انا ايه اغسلهم. وهنا الكسويات اللي انا عاملاها اللي هي الحافظه، يعني اللي انا بحطها على الكنب، باخدهم كده ان انا ايه اخدهم دوره في الغساله، هاخدهم كده مع الحافظه. هنا بوريكم الدنيا اهو، طبعا الشمس كان ضوءها اهو كان داخل اهو. هنا كنت انا بقى ايه غسلتهم وحطيتهم، مش فاكره والله انا كنت غسلت دول ولا لا انا كنت حطاهم. لا انا كنت غسلاهم قبلهم يوم، يعني انا اخدت دول نفضتهم وقمت انا ايه حطاهم، لان انا كنت انا غسلاهم، كنت انا غسلاهم قبلهم بيوم ونفضتهم وحطيتهم. معلش سوري انا اسفه لان انا اتلخبطت معاكم، علشان كنا مسجلاه دوت من زمان، حطاه من يوم الجمعه والنهارده الاربع، فما كانش عندي نت، فانا رايحه النهارده عند ماما، وقلت بقى اما انزل لكم الفيديو ده عشان اتاخرت عليكم في فيديوهات وما بنزلكوش فيديوهات، النت عنده فاصل وكده، فانا بغيب عندكم في الفيديوهات بقى، معلش سامحوني. هنا بقى الهدوم المدرسه بقى انا كنت اخدتها بقى دوره غسيل، لان الاولاد عندي بيصحوا الحد ما بيصحوش السبت، فانا بغسلهم بقى يوم الجمعه عشان يبقوا عنده نضاف. على يوم السبت كده بكل لهم الهدوم واظبط لهم حاجتكم وحاجتهم، تبقى الحاجه جاهزه. هنا اهو دوره الغسيل بتاعه الهدوم مدرسه، هدوم زياد وجنى. دخلت بقى ايه قلت ما بخر بقى الدنيا كده كده قبل الكلام ده كله دوت، يعني على الساعه 1 كده، قلت ما اولع بقى فحمتين كده علشان احط حبه بخور
تعمل ريحه كده في الشقه كده بعد الصلاه كده، تبقى الشقه ريحتها حلوه. بحب ريحه البخور قوي في البيت، بالذات يوم الجمعه. هنا الفحمايه كده خلصت. المنقد اللي انا عاملاه ده علبه بتاع التوابل، بس هي عندي كانت مكسوره، فانا قلت استخدمها بقى، ما بستخدمهاش. فبستخدم بقى عملت منقد اللي هو بتاعت الكب كيك كده وبستخدمها. انا كنت قلت لكم قبل كده، وخرمتها وقلت استفيد يعني بيها. وهنا البخور اهو. البخور ده من السعوديه. البخور دوت كان جاي لي، كان ناس جايبينهولي كده، اشتريته منهم. حبايبي كده بيروحوا السعوديه وبيجوا، فانا اشتريته منهم. بس البخور ده بصراحه ريحته جميله جدا، وعندي يعني بقاله فتره كبيره عندي، يعني بقاله سنه. ريحته حلوه بطريقه صعبه، يعني ما اقولكوش، ريحته حلوه قوي. والريحه بتاعته بتفضل ثابته، يعني ريحه البخور بتاع السعوديه اصلا بيبقى ثابت في البيت. هنا بقى هاخد بقى وابخر بقى ايه الاوض والصاله، وبعدين اسيبه بقى في الصاله ايه، يدي بقى ريحه بقى في الصاله كلها. هنا اهو وبخر كده الاوض. هنا ببخر الاوض اهي. اللي في ايدي ديت اللي هي بتاعت قولوا معايا، بتاعت الكاوينت اللي بيبقى فيها، اللي هي المساك يعني. فانا جايباها عشان انا احطها على الترابيزه، ببقى احطها عليها. هنا ولعت على السمان، بخرط البصله اهيت عشان احطها مع السمان. البصله يعني السمان انا محشتوش. السمان انا مرضوش ان انا احشيه، قالوا لي لا احنا عايزينها ما تتحشاش يا ماما، احنا عايزينها كده فاضيه. فانا بحط لهم البصله اللي بخرطها ديت، بحطها في ايه، في قلب الشوربه، وبحط ملح وفلفل وكمون. حتى كنت نسيت الملح نسيت احط الفلفل وكمون وحطيته في الاخر. هنا كنت غليته وكبت ميته. وهنا اهوت بقى ايه، امسك بقى ايه، هشوح بقى ايه السمان. اللي هنا الكسرونه كانت اتشوحت قوي، حتى اشوف الدخان اهو بتاعها. هنا اهو الشوح اهو، حتى اخد له لون اتحمر اهو. انا بصراحه والتحمير دوت يعني احطله طعمه حلو. هنا بقى ايه اهو، حطيت البصل وحطيت ورق لوري اهو. هنا حطيت نص الكميه، لان انا كنت البصل دوت بقيته كنت لسه عامل بيه بسله، فانا حطيت هنا نص الكميه. هنا كنت نسيت بقى الفلفل وكمون شويه كده، وانا بعمل البسله هتلاقوني حطيت الفلفل وكمون. هنا حطيت بقى الملح اهو. طبعا انا بزودها ميه سخنه، ما بحطش ميه سقعانه، عشان شايفينها غلت بسرعه ازاي، لان انا حاطه ميه سخنه. بشغل الكاتل معايا طول ما انا شغاله في الطبيخ، يبقى الكاتل شغال عندي بميه سخنه. ازود لحمه، ازود سمان، للرز كله بعمل كده. هنا حطيت بقى البصل اهوت، وانا بقى اقلبها بقى تقلبتين كده، تصفر كده تصفير خفيف، ما بصفرها ولا بغمقها ولا بصفرها تصفير غامق ولا حاجه، تصفير خفيف كده. هنا اهو زي ما انتم شايفين اهو. فبحط بقى البسله ديت ما كانش موجود متوفر في السوق كده، وجوزي بيجيب بسله فما لقاش، فقام جايب لي كيس بسله بجزر من السوبر ماركت، فعملته بقى وخلاص. بس الجزر هنا مش عارفه بان كان قديم، البسله قصدي، فتلاقيته اخد سويق جامد قوي معايا. ومع ان انا بزود بحبه ميه صغيرين يستوي فيهم زي ما انتم شايفين اهو، وميه سخنه مش ميه سقعانه. يعني انا بزود بميه سخنه، شوف انا غطيته ايه، بميه سخنه. وحطيت بقى ملح وبقى وفلفل، وسبتهم ان هم يستووا مع بعض. يعني انا بعمل بسله، فبزود العيار اللي انا بعايره دوت على طول، بتستوي بسرعه. وبحط بعد كده الطماطم، فانا لقيت البسله هنا اخدت سويه كتير قوي، يعني انا زودت هنا كذا مره ميه بعد ما حطيت الطماطم. يعني انا هنا ما رضيتش اجسها ان هي استوت ولا حاجه، على اساس ان انا ايه، انها تبقى ايه نص سويه. هما احط الطماطم هيكون إيه وتغلي كذا غلوه مثلا، يكون كملت بقيه السوي بتاعها. هنا لقيتها عايزه ميه كمان، يعني بعد ما حطيت الطماطم قمت بزودها برده ميه.
هنا بقى حطيت الملح والفلفل. هنا حطيت الفلفل وكمون. لما انا جيت احط الفلفل للبسله افتكرت، قمت انا حاطه بقى فلفل وكمون للشوربه لان كنت نسيت. وهنا الرز اهوت كنت صفرت الشعريه، وقمت انا على طول نازله بالرز وقلبته تقليبتين زي ما انتوا بتشوفوني بعمله كده، وقمت على طول نازله بعيار الرز اللي هو من الكاتل برده والميه برده، وقمت حاطه بقى الملح وقلبه تقليبتين واسيبه كده على النار. كل دوت وانا واقفه كده ايه، كل ده وانا واقفه في ساعتها يعني حاجات جاهزه وبخلص على طول. طبعا انتوا عارفين البسله مع السمان والرز ما بياخدش وقت، لكن البسله هنا عندي اخدت وقت شويه. هنا كنت حطيت الطماطم من الكيس اللي انا مفرزاه، سبته مفكه خالص، ما كانش في ريحه التلج صغنونه جدا، وقمت انا ايه حطاه، سبته بقى وزودته ميه برضو سخنه، مش حاطه ميه سقعانه عشان ما حدش يقول لي انت تحط سخنه على ساعه يمكن دوت اللي خليه السويه بتاعته يتاخر. لا والله انا حاطه كله سخن في سخن. حتى ما حطيت حبه الطماطم اللي انا مفرزاهم وكان لسه فيهم حته تلج صغيره، كبيت على طول ميه سخنه ففكت على طول ما خدتش وقت. هنا بقى الحمد لله المكنسه كانت اجت، الحمد لله لك الحمد، يعني المكنسه كانت اجت بعد معاناه يعني المكنسه قاعده من رمضان عند الراجل. هي المكنسه على فكره اجت وكانتش اتصلحت كويس، كانت السلك بيخش لجوه ويقوم فاصل المكنسه، فانا وديتها له تاني وجابها لي في نفس اليوم وظبطتها الحمد لله واجت. مش عارفه الموتور كان محروق، اخد وقت كبير جدا لما جاب لي موتور بديل ليه وما تلاقيش نفس الماركه. هي ماركتها ناشونال من اللي هي الماركه النظيفه، بس الماركه ما لقاش نفس النوع، فجاب السرعه اكتر من سرعتها، مش فاكره هي سرعتها بان 1400 وجاب سرعتها 1600. ف بس حلوه شغاله وشافت لي كويس الحمد لله والدنيا تمام. ربنا كده يهديها وخلاها ماشيه معايا لغايه ما ربنا يسهلها علينا ونجيب مكنسه حلوه. بس هي المكنسه ديت يعني حماتي كانت جايباها لي من ايام ما كانت بتروح السعوديه، فشايلها من السعوديه وديت نوعها الاصلي. الوقت التقليد بتاعها خفيف، ده المكنسه دي تقيله لوحدها، دي ناشلون التقيله. هنا بقى مسكت الصلاه كلها كنستها. انا خلصت الاكل وقمت داخله على طول. هنا كان المغرب، تسالونيش المغرب ازاي وانتم مخلصين الاكل بدري، تسالونيش بقى. الاولاد بقى طبعا ما اجوا بقى وكل واحد بطلب وفاهمين بقى وجوزي قاعد بقى طبعا على التلفزيون بتفرج على الاخبار. كان اليوم بتاعي ضاع. اجيت انا ادخل بقى اكنس، طلعتهم بقى كل واحد دخل يريح شويه لغايه ما الغدا يخلص على بعد العصر. قلت بقى ابدا بقى في الصلاه بقى اكنس لان اللي معرفش اكنس واصور هم قاعدين معايا، فبستنى الفرصه ان هما ما فيش حد موجود معايا في الصاله، ببدا بقى اكنس اروق بيتي اعمل حاجتي فاهمين، فبعمل كده. فببدأ بقى اهو اكنس بقى واروق الشقة كلها بقى وبخلي الدنيا زي الفل. هما بقى مش موجودين في الصالة في الأوضة، نايمين كلام من ده. هنا بستغله لأي ظرف. هي هنا قصر السجانة عندي نضيفة مطرح ما انا بحط الحافظة، فالسجانة عندي نضيفة، فانا بعمل ايه بحط الكفر على طول ليها فبتحملي السجادة، فانا بكنس من تحت ومن فوق عشان الدنيا برضه بتبقى عندي نضيفة احتياطي. طبعا كنت محرومة بقى من المكنسة، فلازم اكنس بيها الكنب وامسك بقى الدنيا كلها اعملها بالوشوة التراب. طبعا الاركان دي كنت بعملها بالفرشة والجاروف، فطبعا ما كانتش بتنضف، لكن المكنسة بتطلع لي بقى ايه المداخل بتاعتها، اي حته كده فاتحه كده مخروج في قلبها تراب او كده فبتطلعه لي بتشفطه لي. هنا اهو شفطته من فوق ومن تحت وخلت الدنيا زي الفل. طبعا الايد دي بتاعت الكنبه لو انا ما كنتش بحط عليها حاجه وبحميها كانت فات الايد دي كلها ما اقولكوش. في المكان دوت اكتر قاعده ليهم واكتر مكان بيحطوا دماغهم عليهم قاعدين على الكنبه بيتفرجوا على التلفزيون او كده، فصراحه ربنا يهديهم.
فبتلاقي الفتحات دي بتاعت الكوبوتيني دوت بيبقى مليان تراب او اكل هرد مثلا، او بياكلوا بسكوت او بياكلوا حاجه هم عاملين زي الاطفال والله، سواء جداد او جنى، اي حاجه في ايدهم على طول تلاقي الحته اللي انا حطاها نزلت من على الكنبه وفي ثانيه تلاقي الهرد اي حاجه بياكلوه ويقوم واقع. هنا بوريكم الدنيا بعد ما كنست، وهنا بقى دخلت بقى على المطبخ اكنس المطبخ. هنا كان الاكل خلصته، وخلصت السمان حمرته وعملت كل حاجه تقريبا. انا كنت خلصت السمان تحمير، مش عارفه انا صورته لكم ولا لا، هنشوف مع بعض. هنا الغساله كانت خلصت فصلت اهي. هنا كان لسه حمر السمان، كنست الاول بعد كده قلت احمر بقى السمان. انا طلعت بقى المقلايه ديت، معلش بقى المنظر بتاعها دوت، هي لونها غير اول المقلايه دي قشرت. ساعات بسيب جوزي اللي فيها حاجه، فطبعا بيسيب لي المقلايه دي زي ما انتم شايفين المنظر ده مشوهه، عندها اعاقه مش عارفه ليه. يقول لي قلي بطايه، يعمل مثلا بيض بفلافله، حاجات بيقعد يخترع كده بالليل مع نفسه، فبيحرق لي المقالي. تلاقي المقلايه فله من شمعه منوره، اجي ابص تلاقيها اتحرقت، ما بتفهموش ازاي. فطبعا عشان انتوا عارفين بقى ان هي سيراميك، بس السيراميك اللي هو الخفيف مش التقيل طبعا، فتلاقيها بقى ايه لونها بقى احمر في اسود ما تفهموش. فباجي اتعكها بقى، طبعا انا بتغاظ بقى من لونها، فاعمل اخترع فيها، بعمل ايه، بقوم ماسكاها بالسلك عشان تطلع اللون الغامق ده وادعكها، فطلعوا بقى مجحره. معلش بقى ربنا كده يعني كده، واجيب ملايتين نضاف حلوين واخليهم بعد كده باذن الله ما يجربوش ويعملوا اختراعات كده في المطبخ وانا مش موجوده، نايمه او خارجه، هتلاقيهم بيعملوا اختراعات. زياد وبابا هما اكتر اتنين بيستخدموا البوتاجاز، لكن جنى انا منعها توقف على البوتاجاز. لو انا واقفه معاها بتستخدمه، لكن مش واقفه معاها ما بتحطش ايدها على البوتاجاز. طبعا هي لسه قصيره شويه على فوق على البوتاجاز، فبخاف انها تتلسع او تعمل حاجه توقعه. هي ممكن تقول لهم اعملوا لان هي بتقف اكتر الاوقات معايا. لكن زياد وبابا ما بيوقفوش معايا، فتقعد تقول لهم مثلا هنا الملح، هنا السكر، هنا شطه، هنا ملح، هنا فلفل، هنا كذا، ماما بتعمل كذا وبتحط كذا. ربنا يحميها، بتبقى فاهمه في الحاجات دي كويس، تبقى بسايباها ومعتمده عليها. بس اقول لها ما تقفيش عند البوتاجاز، باباك اللي يقف او زياد يقف، لكن هي ما توقفش. فبخاف عليها انها تحمر حاجه او كده. هي تقف تتبل معايا بانيه، تقف تتبل، تقف تقشر معايا بطاطس، تقطف معايا حاجه، فاهمين الحاجات الخفيفه دي. لكن البوتاجاز لا. هنا خلصت الاكل اهوت، طبخت اهوت الاكل بتاعنا اهو الحمد لله خلصنا. الشوربه اهيت بسله والرز والسمان. هنا بقى قالت لي بقى لا خلاص بقى كده ماما انت كده خلاص خلصت اليوم بتاعك، خليني بقى اغسل بقى الاطباق. طبعا هي شطه لبست قطيفه، طبعا عندنا الدنيا برد وهي اصلا ضعيفه خالص، فبخاف عليها وبقى ايه، هي لابسه حتى رقيق مش لابسه التيشيرت بتاعه، هي لابسه بقى المرياله. فقالت لي انا اغسل لك بقى الكوبايات، بس انا كنت واقفه بساعدها، خايفه كوبايه تكسرها او حاجه. ما تقول لي لا يا ماما ما تخافيش، ما انت كنت تعبانه، كنت بغسلهم لك وانت ما انتش شايفاني وما انتش واقفه معايا. قلت لها بابا حط ايدي على قلبي والله يا جنى، ببقى واقفه بصي بقى قاعده زعلانه كده، خايفه ان انت تكسري لي حاجه. قالت لي لا ما تخافيش انا سيبيني انا اغسل. حتى واقفه كمان بصور، واقفه ملبوخه عماله تبص لي، واللغه عماله تقع منها وحالتها ايه صعبه. عماله اقول لها ما تبصليش واغسلي براحتك، اعتبري ان انا مش واقفه بصورك. فعماله تقول لي تصوريني يا ماما، حتى والله كانت مصوره لي فيديو والله ربنا يحميها لي، لما كنت تعبانه وقاعده اسبوع في البيت كنت تعبانه جدا وتعلق لي محاليل، هي اللي كانت شايلانا ربنا يحميها لي يا رب ويحميها لي من العين يا رب ويحرسها من العين يا رب. اتلاقيتها والله هي اللي كانت شايلاني في ترويق البيت، تكنس حتى بفرشه وجاروف، تروق لي الصاله، تغسل كوبايات طبقين كده. طبعا اكلنا كله كان من بره سواء ليهم، كان حد يبعت لي اكل شوربه اختي او ماما او كده، فكنت الاكل كان بيجي لي يعني هما عاملينه لي. لكن جانا كانت بتغسل مثلا طبقين اكلنا فيهم، مثلا قلت لها قشري مثلا بطاطسيتين، باباك الوقت يجي يحمرهم لكم، تاكلوا معاها حاجه محمره، حاجه يكون عندي جاهزه مثلا في الفريزر الوقت باباها الوقت يجي يحمرها. هي كانت ربنا يحميها لي يا رب، كانت تطلعها تستنى بابا ما يجي تقف تحمر وياه، تقول له ماما اعمل كذا، بابا اعمل كذا، فاهمين. فهي كانت بتساعدني في ده. فانا كانت مصوره لها، حتى كانت مصوره فيديو وهي بتروق اوضتها وكلام من ده، فمدي ان انا انزله لكم، لان هي بصراحه زعلانه قوي، اللي بتقول لي انت بتنزلتليش الفيديو اللي انا بروق ليه في الاوضه وكنت بتكلم فيه ليه يا ماما.
انت مش عايزاني انا انزل معاكي في القناه وصوتي مش بيبان وكده. فقلت لها لا باذن الله انزل لكم الفيديو دوت، بس انا ايه لما فوق كده باذن الله والتليفون اصلا يديني المساحه، لان المساحه عندي بصراحه صعبه، كل شويه تلاقي فيديو اتمسح، مقطع اتمسح، كلام من ده، فعايز وقت. فباذن الله على قد ما اقدر كده انزل لكم الفيديوهات اللي هي بتصورها لكم. وهي والله نفسها تفتح قناه تبقى حاجه مخصصه ليها لسنها يعني، وكده تبقى حاجات مخصصه للاطفال. يعني بتعمل ايه لعبها، ازاي بتروق البيت مع مامتها، تشجع اي اطفال، فاهمين الحاجات دي. فهي قالت لي ماما تشجعيني واعملي معايا. فباذن الله الفتره الجايه باذن الله ربنا كده يعني كده وساعدها ان احنا نعمل سواء تعمل قناه او تساعدني في القناه مثلا تعمل معايا حاجه، هشجعها بيها باذن الله، عشان تشجع كده، عشان كل البنانات اللي قدها كده تشجع كده وتقوم تعمل كل حاجه مع مامتها في البيت. ودولها كده ربنا يا رب يهديها كده من شقاوتها، لان بجد هي شقية جدا. ربنا يحميها يا رب، ادعولي كده ربنا يحميها لي كده ويهديها. على قد ما بتساعدني بس شقية جدا، بتقعد بطلع بصراحة بطلع عيني، بضربها والله ساعات بس بزعل وارجع راضيها، وبس اعمل ايه، هي شقية جدا كمنها اخر العنقود بقى ودلع بقى. بتبقى مع اخوها صعبة، بتعمل مقالب، اكتر واحدة بتعمل مقالب انا بقولها في العالم انتي. على طول بتعمل فيها مقالب تجهزني كتير، انا بحس القلب هيقف عليه من كتر الجهازات اللي بتجهزاني. فالكل قاعدين تتفرجوا عليه تضحكوا والله العظيم بتجهزني. بتعمل مقالب كتير جدا، بتتفرج على الفيديوهات حاجات مختلفة كده تقعد تقلدهم. حاجات مثلا حد بيعمل حاجة تعملها، هي حاجات حلوة بس برضو بتضايقني ببعض الأوقات، بتضايقني يعني حاجات ما بتتقلب ضدها، وانتوا فاهمين أمهات، انتوا فاهمين أنا بقول ايه، بتتقلب ضدها بصراحة بتبقى صعبة. حتى في باباها برضو لو قال لها مثلا يا جاني اعملي لي حبة شاي والله تضحكوا، تقوم حاطه له شطه، تقوم حاطه له فلفل. بصراحه بتضايقنا بالحاجات دي بصراحه، هي الحاجات بتبقى مضحكه بتعمل حاجات كده، بس في نفس الوقت بيبقى بتضايق في وقت الاوقات. لو هو طلع جاي لنا من مثلا من الشغل متضايق او متغاظ من حاجه، فبنفعل عليها مثلا يزعق لها، هو بيضربهاش بس ينفعل عليها يزعق لها. فهو ساعات بياخدها والله بضحك ويقعد يضحك معاها، حتى لو انا زعقت لها بيقعد يزعق لي ويقول لي انت بتزعقي لها ليه، هي عندها طاقه، سيبها تفرح وتعيش يومينها اللي هي عايشاهم وهي طفله. لما تكبر هتلاقي الطاقه دي كلها راحت وبقت كبيره، انت عايزه تكبرها قبل اوانها. فانا بتضايق من يعني الحاجات اللي بتقعد تعملها كده. لو انتوا اطفالكم بقى في نفس السن بتاع جنى وبتعمل لكم كده قولوا لي، هي في جنى في ثالثه ابتدائي وسنها طبعا انتوا فاهمين اللعب بقى والهزار والضحك كلام من ده يعني انتوا فاهمين. هنا بقى بتغسل الاطباق بقى، في حاجات باخدها منها بشطفها، وفي حاجات انا خدتها منها غسلتها، زي ما انتوا شايفين ايدي اهوت، ايدي في الجنب التاني باخد